السلام عليكم وصباح الفل. عاملين ايه يا جماعة؟ الصيف دخل، كل سنة وانتم طيبين. لازم نغسل بقى البطاطين ونشيلها مغسولة. تعالي اقولك على اريح وافضل وانضف طريقة عشان تغسلي بيها بطاطينك وتشيليها جميلة زي ما تكون لسه شارياها بالظبط. طريقة سهلة جدا جدا، لا هتتعكي ولا هتعملي حاجة ولا هتجيبي مساحيق غالية ولا اي حاجة، بأبسط حاجة وسعر رخيص جدا وحاجة متوفرة في كل مكان. تعالوا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وتابع الطريقة وشوف الخطوات واحدة بواحدة. الأول كده هتحتاجي يا إما بانيو أو طشت كبير عندك عشان خاطر نقدر نحط فيه البطانية. لازم تكون كمان المية سخنة جدا، وهنضيف في المية السخنة دي كوباية كبيرة رابسو. لازم نملى البانيو مية سخنة. بعدين هنضيف معلقتين كبار كربوناتو من عند أي عطار. كربوناتو من المواد الفوارة المهمة جدا جدا في عملية التنظيف، حتى ممكن تستخدميه برضو مع الأواني ومع الأطباق. المكون المهم جدا اللي هينظف البطانية من غير الضحك خالص هو البطاط القشر يا جماعة. وعلى فكرة مش بيضر البطارية أبدا ولا بيعمل فيها أي حاجة. أنا هنا البطاطين دي بقى لها عندي 12 سنة، ودي تالت سنة أغسلها بنفس الطريقة. في الأول كنت بغسلهم بنفسي، اوقات كنت بوديهم المغسله وللاسف كانوا بيرجعوا كانهم ما اتغسلوش ولا حتى ريحه حلوه. من ساعه ما جربت الطريقه دي حقيقي بقت بتنضف بكل سهوله. شكل البطانيه ما شاء الله نفس الفروه بتاعتها جميله جدا وبتنضف معايا حلو قوي. هنحتاج لكل بطانيه ربع كيلو بوتاص. بعد ما ضفت الاضافات دي كلها في البانيو هنزل البطانيه بتاعتي. اهم حاجه ما تلمسيش الميه بعصايه خشب طويل. هجيب عصايه خشب منين؟ عصايه المقشه بسهوله جدا جدا، هي اللي هدعك بيها او هقلب بيها البطانيه. اهم حاجه اني اغطي البطانيه كويس جدا جدا بالميه واسيبها تتنقع يا اما يوم كامل او ليله كامله بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. اهم حاجه البطانيه تتغطى كويس جدا جدا بالميه. المية سخنة يا جماعة، بأكد ان المية بتكون سخنة وبتكون فيها الاضافات دي وبضيف فيها البطانية. انا بوريك الخطوات بالتفصيل وهتشوفي شكل المية بقى لونها غامق ازاي، وكل الاوساخ اللي في البطانية طلعت ونضفت بسهولة جدا. شايفين بمجرد ان البطانية اتغطت بالمية كل الاوساخ طلعت منها. تاني يوم بقى هرفع البطانية عادي بايدي لان خلاص البوتاص والكربوناتو خلاص داب جدا في المية. هرفع البطانية عادي بايدي واشيل الفل بتاع البانيو واسيب البطانية تتصفى كامل. اسيبها حوالي ساعتين او 3 ساعات لحد ما اتاكد ان هي تماما مبقاش فيها اي مية. شايفين لون المية عامل ازاي؟ يعني البطانية نضيفت تماما من غير اي دعك، من غير اي مجهود مني خالص. والالوان بتاعتها زي ما هي والفروه زي ما هي، يعني البوتاص ما اثرش عليها بل البوتاص نضفها وسابها لي زي ما هي. خلاص بعد ما اتاكدت ان هي صفت الميه كلها هبدا املى البانيو تاني ميه واضيف بس المعطر. خلاص على كده اتغسلت معايا غسله واحده. اضيف المعطر واسيبها تتنقع برضو بتاع ساعه او ساعتين. اهم حاجه ان انا املى عليها الميه وتغطى بالميه تماما، وبعدين اصفيها مره تانية. ممكن لو انت حسيت ان الميه مش نظيفه ممكن تصفيها مرتين اللي يريحك. هنا خلاص اكتفيت بمره واحده وباضافه المعطر. عايزه اقول لكم الريحه جميله جدا. اللي عملته معاكم في فيديو قبل كده ممكن ترجعوا للفيديو. وبكده تكوني غسلت البطانية من غير بقى ما توديها المغسلة، من غير ما تدفعي فلوس، من غير ما تغلبي ولا اي مجهود، باسهل طريقة يا جماعة. لون المية هنا غامق شوية بسبب المعطر. اصفيها بقى. شايفين المية نازلة نظيفة ازاي؟ اسيبها تتصفى كويس وبعدين انشرها في البلكونة. شايفين ما شاء الله شكل البطانية كأنها لسه شارياها، جميلة جدا ونظيفة قوي والوانها زاهية.
وبنفس الطريقة أنا هغسل البطانية التانية باقي البوتاص والكربونات والربسو، وبرضو بمية سخنة. شايفين بتطلع كل اللي فيها لوحدها، بتنضف بسهولة جدا. وطبعا بنعمل بنفس الخطوات اللي عملناها مع البطانية الأولى. هنا بقى أنا نشرتها في الشمس يومين كده لحد ما نشفت خالص، وشايفين ما شاء الله جميلة ازاي. هنا خلاص بعد ما نشفوا انا حبيت افرشهم كده شكل على السرير واصورهم، شكلهم جميل قوي. وهبدأ بقى طبعا ان انا اشيلهم في الكراتين بتاعتهم اللي هي البلاستيك عشان احفظهم من اي تراب او اي اتربة، وتفضل البطانية نظيفة معايا ان شاء الله للشتاء الجاية. يا رب ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب نصرا عزيزا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي والشير واللايك لكل اللي بتحبوهم، ودمتم يا رب دايما بصحة وعافية.